السلام عليكم، اهلا بكم بحلقه جديده من قناه يوسف الشماري. الحلقه اليوم مثل ما شفتوا بالعنوان وبصوره المقطع وبالخلفيه حتكون عن المنتخب العراقي. هاي الحلقه حيكون بها وايد مواضيع مهمه عن المنتخب العراقي. كل موضوع خلصنا نسده ونفتح الموضوع اللي بعده. قبل ما نبلش حط لايك واشترك وبس. خلينا نبلش. نبدأ بأول موضوع اللي هو آخر حدث صار للمنتخب العراقي هي مباراته مع السعودية في كأس الخليج. مباراة انتهت بفوز تاريخي للمنتخب السعودي على المنتخب العراقي بنتيجة 3-1. والمواضيع صارت بهاي المباراة راح نحكيها هسه. نبدأ بتشكيلة المنتخب العراقي كانت 5-3-2، 5 مدافعين واثنين لاعبين ارتكاز، يعني 7 مدافعين كانوا بالملعب. ضرب بخطة دفاعية وهو يحتاج الفوز حتى يتأهل للدور اللي بعده. أول شيء خلينا نحكي عن الشوط الأول، واللي بالنسبة اللي قالوا إن الشوط الأول يعتبر شوط جدا قوي من المنتخب العراقي غلطان. المنتخب العراقي ما كان قوي بالشوط الاول، بالعكس المنتخب السعودي هو كان ضعيف، كان خايف انه يسجل عليه هدف. المنتخب السعودي كان يحتاج تعادل او فوز بهاي المباراه حتى يتاهل، كان يحاول يمد المباراه الى التعادل، فكان حذر وما كان يبادر بالهجوم، ما كان اكو اي تكتيك للمنتخب العراقي واضح بالمباراه. هاي التشكيله وهذا الاسلوب اللي عباره عن لعب الكرات الطويله للمهاجمين ذكرنا بالمنتخب العراقي قبل قدوم كاساس. المنتخب قبل كاساس كان جدا ضعيف وما عنده حلول، فهاي المباراه واخر مباراه المنتخب العراقي رجعتنا لهذيك الفتره. المنتخب العراقي كان عنده حل واحد هو رفع الكرات الطويله لايمن حسين او ميمي. في اخر مباريات مثل مباراه البحرين حقت ما كان عندنا اي حلول، كان مصطفى سعدون او اي لاعب يرفع الكره تقريبا من ورا نص الملعب بشويه لايمن حسين. المنتخب العراقي الشوط الاول ما لعب 5 باصات سوا، بالزايد 3 باصات اللي لعب كره طويله لايمن حسين او ميمي. هذا الاسلوب اذا مشى وياك مباراه او مباراتين راح يخسرك مباريات اللي وراها. استمر التعادل المنتخب العراقي والسعودي بنتيجه 0-0 لحد دقيقه 56، يتحصل المنتخب السعودي على ركله جزاء سجل سلام الدوسري الهدف. بعد هذا ركله الجزاء وبعد هذا الهدف المنتخب السعودي تحرر. كان العراقي يقدم مستوى تقريبا جيد، لكن بعد اجراء كاساس تبديلات الدخول علي جاسم وماركو فرج بدلا من مصطفى سعدون ماكنزي دمر الفريق. دخول علي جاسم وماركو فرج حتى يهاجم المنتخب ويسجل هدف ثاني، لكن بعد دخول الاثنين المنتخب العراقي استقبل هدفين يخسر بنتيجه 3-1. اسباب الخساره في هذه المباراه هي التبديلات واسلوب اللعب. على الرغم من الخساره اكو لاعبين هواي قدموا مستوى قوي مثل ماكنزي، امجد عطوان، امير عماري وميمي. على عكسهم هواي لاعبين قدموا مستوى جدا سيء مثل علي فايز، ماركو فرج، علي جاس ومصطفى سعدون. فبعد هاي الخساره خرج المنتخب العراقي من كاس الخليج، يعتبر من اسوء مشاركات المنتخب العراقي بهاي البطوله. فريق 3 مباريات استقبل 5 اهداف وسجل هدفين، مستوى جدا سيء للمنتخب العراقي. على الرغم من المستوى السيء بكاس الخليج اكو لاعبين يستحقون الاستمرار مع المنتخب العراقي مثل بيتر غورغيس، مهند عاص وماكنزي قدموا مستوى جدا قوي بهاي البطوله، يستحقون التواجد مع المنتخب العراقي بالمرحله القادمه. خلصنا من موضوع مباراه المنتخب العراقي والمنتخب السعودي، خلينا ننتقل للموضوع الثاني. الموضوع الثاني عن مستوى المنتخب العراقي من بدايه التصفيات بشهر التاسع الى اليوم. المنتخب العراقي ب3 اشهر لعب 9 مباريات، 9 مباريات سجل 7 اهداف فقط واغلبها من ايمن حسين. المنتخب جاي يمر بفتره نزول بالمستوى، صح الفريق جاي يفوز وجاي يمشي وحاليا بالمركز الثاني بمجموعته، لكن هذا المستوى راح ياثر على الفريق من المستقبل. من ابرز اسباب نزول المنتخب العراقي بهاي الفتره هي عدم الاستقرار على تشكيل، الاستمرار على اللاعبين السيئين. وايد لاعبين قدموا مستوى سيء مع كاساس بعد مصر عليهم، من ابرزهم مصطفى سعدون وعلي فايز وعلي عدنان، لاعبين جاي يقدموا مستوى سيء بس بعد مصر عليهم. والمشكله الثالثه عدم اعطاء الفرصه لهواي لاعبين جاي يقدموا مستوى جدا قويه، ابرزهم محمد قاسم، ادم طالب، بيتر غورغيس، زيدان اقبال ومناف يونس. اما اسلوب اللعب تغير مع قدوم المدرب الاسباني كاساس، وبدا المنتخب العراقي يقدم مستوى جدا قوي واسلوب لعب ممتع. باخر فتره تغير اسلوب لعب كاساس من اللعب الممتع والباصات الارضيه الى اللعب العشوائي والطويل، فاي حلول المنتخب العراقي حاليا ماكو غير انه يلعب كره طويله للمدافعين للهجوم. بهذا الاسلوب عنده استعداد يخلي لاعب بالنص الملعب يرفع كره لايمن حسين، فهاي الفتره هي اسوء فتره للمنتخب العراقي من كاس اسيا. المنتخب العراقي قدم كره هجوميه وقويه في كاس اسيا تختلف عن الكره الدفاعيه والعشوائيه اللي يقدمها المنتخب العراقي حاليا. فخلينا نسد هذا الموضوع وننتقل للموضوع الثالث والاخير بحلقه اليوم. الموضوع الثالث هو عن إقالة كاساس. أنا جدا ضد إقالة كاساس بهذا الوقت، حاليا العراق في مرحلة تاريخية ومهمة جدا في صعود كأس العالم 2026، وما نريد نعيد غلطة 2022. دخلنا تصفيات وبدلنا مدرب ودمر المنتخب العراقي وراح حلم التأهل. حاليا عندنا فريق جدا جيد ولاعبين شباب لازم نستغلهم ويرجع كاساس وطريقة لعبه القديم، كذا نشوف بها المنتخب العراقي جدا ممتع. إن شاء الله بعد تأهل المنتخب العراقي كأس العالم نحكي موضوع الإقالة من عدم، إن شاء الله يرجع المنتخب العراقي المستوى وتأهل كأس العالم. عندنا مرحلة مهمة هي مرحلة التصفيات لازم نركز عليه. بس يا حلقتنا اتمنى عجبتكم، حكينا عن 3 مواضيع مهمة عن المنتخب العراقي. لا تنسى اللايك والاشتراك وبس. مع السلامة.